يا جماعة حد يعرف بس دكتور عيون؟ عاوز اكشف عشان نظري وجعني، عاوز اكشف عشان انا بتفرج على ماتش مصر وملاوي، كنت عاوز ميكروسكوب حد يقرب لي. عارف انت البتاعه دي اللي بتقعد تقرب اشوف مين ده؟ هو ده اللي احنا شفناه، هو ده اللي احنا كنا شايفينه في ماتش ملاوي، وكنا بنعايب على تصوير الدور المصري. ده الدور المصري بالنسبه في التصوير في ملاوي يا برنس ده دوري ابطال اوروبا. ده احنا نحمد ربنا على التصوير الدوري المصري واللي احنا بنشوفه في الدوري المصري. النهارده يا برنس بنتفرج على ماتش مصر وملاوي، هو اساسا احنا ما اتفرجناش عليه، اللي كل شويه اساسا البث يقطع، وكل شويه البث يقطع والبث يجي، البث يقطع والبث يجي. طب عاوزين نشوف، طب يقطع ويجي لا مصر جاب الجون. النهارده يا برنس مصر كسبت 4-0 ملاوي مع رفا. يا برنس مع تواضع منتخب ملاوي. تقول لي يا عم ما تفرحش قوي، ده منتخب ملاوي، انت يعني كسبت البرازيل زي المغرب. اقول لك يا باشا نحمد ربنا، ده احنا على نفس الملعب كده من سنه خسرنا من اثيوبيا 2-0 بفضيحه لما كنا معانا كابتن ايهاب جلال يا برنس، قلنا ده منتخب مصر يخسر ومش يخسر. النهارده انت على نفس الملعب يا برنس تكسب ملاوي 4. شفنا طارق حامد بيسجل، شفنا محمد صلاح بيسجل، شفنا مرموش بيسجل، شفنا مين تاني بيسجل، زيزو بيسجل. فالنهارده معلش يا جماعه عشان التصوير مش معلق في دماغي، التصوير النهارده جاب لي صداع. انا نحمد ربنا، ولكن قلت لك قبل كده على منتخب مصر ان روي فيكتوريا بصماته باينه، قلت لك ان روي فيكتوريا مدرب باين بصماته في الملعب، مدرب بيحب الاستحواذ وبيحب ان هو يهاجم كتير. هتقول لي يا عم ما تفرحش قوي دي ملاوي، اقول لك يا عم احنا كنا بندوس امام النيجر، احنا كنا بنتوه امام اي فرقه، امام اثيوبيا تهنا. فالنهارده يا برنس ان منتخب مصر يكسب ملاوي رايح جاي، ومنتخب مصر يرجع من جديد لصدارة المجموعة يا برنس، ومنتخب مصر بقى خلاص من ضمن المتأهلين أفريقيا بعد ما كان موقفنا محرج جدا جدا، كنا ممكن نخرج من البطولة يا برنس، ولكن الفوز على ملاوي رايح جاي قعدنا من تاني إلى المنافسة وخلانا نتأهل إلى أفريقيا يا برنس في اللي هتتلعب فيه كوت ديفوار 2024 يا برنس. فنحمد ربنا على المكسب النهارده. مكسب النهارده كان مهم جدا، وكان مهم جدا انك تكسب ملاوي رايح جاي، وفعلا كسبت ملاوي رايح جاي، يعني كسبته هنا في مصر 2-0 وهناك في ملاوي 4. فنحمد ربنا يا برنس على المكسب دوت يا برنس. وكده يا برنس منتخب مصر ابتدى يعني ابتديت اشم، يعني فاهم انت روايح منتخب مصر، ابتدينا نشوف ان منتخب مصر يبقى ليه ستايل، ان منتخب مصر يبقى ليه كوره. تاني ماتش رسمي مع روي فيكتوريا يا برنس يكسب فيه من بعد ماتش بلجيكا، والسلسله شكلها باذن الله هتفضل السلسله دي تطول مع روي فيكتوريا يا برنس. هنبقى سلسله اللا هزيمه باذن الله، نكسب بلجيكا بعدين نكسب ملاوي رايح جاي. فباذن الله منتخب مصر نقدر نشوف منتخبنا يرجع من تاني للامجاد. ومبروك يا مصريين على المكسب النهارده، وكل اللي اتفرج على الماتش يفضل يروح يكشف عند دكتور عيون.